حبايبي سنة 6 ابتدائي، يلا بينا نلخص مع بعض الدرس الأول في الدراسات الاجتماعية اللي هو السكان في وطننا العربي. الدرس ده بيتكلم على 3 نقط مهمين، اللي هو النمو السكاني وتوزيع السكان وخصائص السكان. مهم جدا أعرف في النمو السكاني إيه الأسباب وإيه النتائج. أسباب النمو السكاني: ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات والهجرة الوافدة خاصة إلى دول الخليج. نتائج النمو السكاني عندي: زيادة الضغط على الموارد وزيادة الضغط على الخدمات ونقص الغذاء. تعالوا بقى في تاني نقطة، توزيع السكان في الوطن العربي. عندي دول الجناح الآسيوي 39% من السكان، دول الجناح الأفريقي 61% من السكان. مهم برضو أعرف مناطق اللي فيها زيادة في عدد السكان، وهي 4: سهول فيضية، سهول ساحلية، بعض المرتفعات، مناطق التعدين والصناعة. سهول فيضية زي وادي النيل عندنا في مصر، ونهري دجلة والفرات في العراق. السهول الساحلية زي سهول البحر المتوسط. وعندي طبعا اللي هي بعض مناطق المرتفعات زي دولة اليمن ولبنان. مناطق التعدين والصناعة زي سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر. تمام؟ طيب، مناطق بقى اللي بيقل فيها السكان، عندي طبعا المناطق الصحراوية والجبلية زي صحراء الربع الخالي في الجناح الآسيوي، وعندي والصحراء الكبرى في الجناح الأفريقي. آخر نقطة في الدرس ده اللي هو خصائص السكان في الوطن العربي، لازم أعرف 4 حاجات: التركيب العمري، التركيب النوعي، الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية. التركيب العمري قسمتهم ل3 فئات: صغار السن والشباب وكبار السن. اعلاهم اللي هم الشباب، بيمثلوا طبعا اللي هو طبعا النصيب الاكبر من السكان. التركيب النوعي يعني اللي هم بقسمهم لذكور واناث. الذكور بيشكلوا 51.4%، الإناث 48.6%. الخصائص التعليمية عندي دول مرتفعة التعليم زي الأردن ومصر والإمارات، دول منخفضة التعليم زي الصومال. الخصائص الصحية: بيقل عدد الوفيات ويرتفع متوسط العمر في مصر والإمارات والسعودية بسبب طبعا الرعاية الصحية أو تقدم الرعاية الصحية. بيزيد عدد الوفيات ويقل متوسط العمر، وخاصة في السودان والصومال بسبب قلة الرعاية الصحية. آخر حاجة في الدرس لازم أعرف اللي هو ال3 تعريفات دول: معدل المواليد ومعدل الوفيات والبدو الرحل. معدل المواليد اللي هو نسبة المواليد إلى إجمالي عدد السكان في فترة معينة. معدل الوفيات نسبة الوفيات إلى إجمالي عدد السكان في فترة معينة. البدو الرحل دول اللي هم عاشوا في المناطق الصحراوية ليميز حيث الاعتماد على الرعي والتنقل بحثا عن الماء. بكده نكون لخصنا الدرس وأهم النقط اللي طبعا كانت معايا في الدرس، بس لازم نراجع على الدرس مرة تانية. أشوفكم في تلخيص درس جديد.